الشيخ دهام الهادي العاصي بن فرحان الجربة الشمري، ولد في عام 1890. هو شخصية عشائرية وسياسية، وهو شيخ مشايخ قبيلة شمر في سوريا، وعضو في مجلس الشعب السوري. ولد الشيخ دهام الهادي العاصي بن فرحان الجربة في البادية الشرقية السورية، وتربى على يد جده العاصي بن فرحان باشا، الموصوف بشاعر شعراء شمر والبادية الشمالية، الذي علمه أمور الحكم والسياسة وسلمه قيادة قومه، وتولى زعامة شمر بسن مبكرة بعد تقسيم بلاد الشام ما بين فرنسا وبريطانيا، وشجعه على محاربة ذلك التقسيم، ولكن الأخير أخفق في مواجهة القوات البريطانية عام 1927. اضطر لقبول اتفاق صلح القامشلي الذي جعل منه رئيس لشمر سوريا رسميا، والشيخ عجيل الياور رئيس لشمر العراق. وفي عام 1928 أصبح الشيخ دهام عضو شبه دائم في البرلمان السوري ممثل لمنطقته. تولى مشيخة قبيلته في أحنك الظروف إبان الاستعمار الفرنسي لسوريا، وقد عرض عليه قادة الاستعمار الفرنسي آنذاك أن يكون ملكا على دولة مصطنعة، فرفض وأبى التعاون معهم وقاتلهم. وعندما أرهق الفرنسي بثوراته المتعددة، وأثناء زيارته لمعسكر تدريب سري للوطنيين الأحرار في العراق، تم اختطافه، وذلك بناء على وعد شرف بأن يحضر جلسات مفاوضات معهم، وذلك في مدينة دير الزور. وعندها ألقوا القبض عليه وتم نفيه إلى بيروت، ومن ثم إلى قبرص، ومن ثم عكا في فلسطين، ومن ثم إلى جزيرة كمران في جنوب اليمن، وعاد من منفاه سنة 1943، وباشر على الفور في قيادة قبيلته حتى وافته المنية عام 1976 في الجزيرة السورية. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.